الفيديو ده كده بعنوان ما تقاوحش كتير. لو كل الكلام ما بينا رايح في سكة مين فينا هيكسب فما تقاوحش. لو المناقشات بينا أصلا مش بتروح في حتة ودايما بتخلص بجمل واسعة من عينة خلينا نتكلم بعدين وبلاش نتكلم دلوقتي، فياريت برضو ما نقاوحش، لأن احنا بنلاقي إن في حاجات كتير قوي تراكمت وما اتكلمناش فيها وما فتحناهاش، وطبعا ده بسبب إن احنا مش عايزين نعمل مشاكل، فتفضل بقى المشكلة اللي ما اتفتحتش واتحلت تتراكم بقى فوقيها التانية والتالتة والرابعة، واحنا مستمرين وبنقاوح عشان نكمل، واحنا جوانا كده حتة عارفة ان احنا مش رايحين في حتة، وان احنا اصلا في غل كده جوانا عمال يتراكم ويتكون ما بنتكلمش فيه، لان احنا كمان مش بنتقابل في مناقشات ناجحة غير في اشكال معينة، سواء الهزار او كلام خارج، وخصوصا بقى ان الطرف القماص اللي بيزعل كتير وطول الوقت انت عمال تلاقي طرق عشان تصالح وتدادي، وفي الغالب المصالحة بتكون بطرق معينة، وبغير الطرق دي بنطول قوي في الزعل. كل دي مؤشرات ان انت يا ريت ما تقاوحش. لو الطبيعه والدنيا والمنطق عمال يديك في حاجات تقولك امشي اجري ما تكملش في حاجه زي كده، ما تبقاش فرحان بشويه سعاده مؤقته قدام دنيا وزمن وايام مش هيروحوا بينا في اي حته. بصراحه اكتر حاجه لافته جدا في فكره الوعي عن العلاقات اللي دايره كده بقالها كذا سنه هو ان الحكايات بقت تتحكي كتير، وان القصص بقت متكرره ومتعاده، وبقى بسهوله نعرف ان احنا داخلين على نفق ضلمه مش رايح في اي حته. فيا ريت يعني لو الكلام ده دلوقتي فرق معاك كده، نور لك لمبه، جالك في وقته، ان انت رجاء ما تقاوحش.